عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناتكم مطبخ وفاء. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بحليوات اقتصاديه بعجين واحد، غادي نخرجوا جوج شكيلات مذاقين مختلفين تماما، غير بجوج بيضات ونص كاس ديال الزيت. الشكل الاول كيجي معلك وهشيش، والشكل الثاني كيجي مشكلط وكيذوب في الفم. بقاو معايا حتى التالي باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. المقادير غادي نحتاجوا جوج بيضات، واحد القبيصه ديال الملح، وكاس ديال السكر. كنكون العجين ديالنا بالقشور الحامض او الفاني. كنخلطوا المكونات مزيان حتى كينسجموا. عاد كنبداو نضيفوا نص كاس ديال الزيت تدريجيا. هنايا عندي واحد الكاس ديال النشا، كنضيفوا ايضا واحد الكاس ديال الدقيق ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. كنخلطوا المكونات مزيان عاد كنضيفوا الكاس الثاني ديال الدقيق. المجموع يحتاج 2 كيسان و3 ديال المعالق ديال الدقيق. العجينه خصها تجي في هذا القوام هذا، ماشي قاصحه وماشي رطبه بزاف، وما كندلكوهاش، غير كنجمعوها بيدينا. غادي نقسم العجين ديالي على جوج. الشكل الاول غادي نديرو دوائر ونضغط عليه شويه براحه اليد، نحطهم في واحد الصينيه ديال الفرن، وبالاستعانه بالجراره ديال الشباكيه غادي نشكل حفر في الوسط. كندخلوا الكاطو ديالنا للفران يكون مسخن من قبل. كتفوت واحد 5 دقائق كنجبدوهم، كنلقاوهم بداو كيطيبوا، كنوليو نضغطوا عليهم في الوسط وكندخلوهم الفران يكملوا طيابهم. غير كياخذوا هاد التحميره الخفيفه من التحت ومن الفوق صافي كنخرجوهم. وبالنسبه للنص الثاني ديال العجينه غادي نشكلوا على شكل دوائر. انا هنايا كل حبه درت فيها 14 غرام، وبالنسبه للشكل الاخر درت فيه 18 غرام. صافي من بعد ما شكلتها كامله كندخلها الفران حتى هي طيب. بالنسبه لتزيين الشكل الاول غادي نحتاج واحد الكميه ديال مربى المشمش، غادي نضيف له واحد 2 معالق ديال السكر ونديرهم فوق النار، نخليهم يغليو واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. عاد كنضيف واحد 2 معالق ديال الماء زهر ونخليهم كذلك عاوتاني يزيدوا يغلاو واحد شويه، غير واحد 2 دقائق 3 نطفيو عليهم. وداك المربى يكون عاد سخون، كندهنوا به الحليوه ديالنا على هذا الشكل ونمرمدوها في الكوك. هنايا استفدت الحليوه ديالي في واحد الطبسيل اللي يكون مغلف بالبلاستيك، ودرت خطوط هكا بالشكلاط الابيض، ودائما التزيين كيبقى اختياري. بعد ما كملت الكميه كامله، هذاك الكونفيتور اللي كان باقي لي زدت حميته واحد شويه، واحد 3 دقائق غليته باش يعطينا التعليكه، وكنعمروا دوك الحفر اللي في الكاطو، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي ولا اروع. اما بالنسبه للشكل الاخر اللي شكلته على شكل دوائر عاديه، غادي نغطسو في شكلاط كحل، نستفوهم فوق ورق الطهي، وكنديروا هاد العمليه هذه باش ما يهزناش الشكلاط بزاف. وهنايا خلطت واحد شويه ديال الشكلاط بيض مع الكحل باش يعطيني داك اللون القهوي الخفيف، وكنزين به الحليوه ديالي على هذا الشكل. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوه ديالنا. نتمنى تجربوها وتعجبكم. تبقاو على خير.